السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ساوند طيب. طيب. بص، لو شربت سجارة من العلبة دي هتاخد 2000 جنيه. لو خدت سجارة من دي اشرب 2000 جنيه؟ تشرب 2000 جنيه؟ مش هاخد 2000 جنيه؟ اه. لا. لا ليه؟ احنا في شهر رمضان. طب ايه المشكلة يا عم؟ انت هتفطر يوم عادي يعني. هو الصراحة يعني أنا محتاج ال 2000 جنيه في الظروف الصعبة ديت عشان أجيب طلبات للبيت وكده. بس مش هشرب السجاير عشان خاطر 2000 جنيه. يا عم انت تكسب 2000 جنيه. هو يعني نصيحة يعني لله، وما تقولش لحد الفكرة ديت، عشان لو قلت له الفكرة ديت ممكن لو نفسه ضعيفة هيشرب سجاير وياخد ال 2000 جنيه وأنت شيل ذنبه على كده. هو حر يعني. لا مش حر، انا بعرض عليه ذنبه، أنت شيل ذنبه أنت كده. انا اللي هشيل ذنبه؟ أنت شيل ذنبه. ازاي اشيل ذنبه؟ ازاي؟ انا بعرض عليك، وافقت ما وافقتش انت حر. لا ما انت ما تجيش ترمي حد في الولعه وتقول له مثلا اديك 2000 جنيه يعني. طب عامة دي كانت تجربة اجتماعية، ودي أصلا مش علبة سجاير، دي علبة فيك. والله. تمام؟ والله، وأنت كسبت معانا 2000 جنيه. الله يخليك يا باشا. شفت أنت خدتهم بالحلال إزاي؟ الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب. أنت معاك كلية إيه؟ أنا في كلية أصول دين جامعة القاهرة. ما شاء الله، في أصول دين؟ أصول دين. أنا حافظ قرآن وكده أكيد. الحمد لله. طب ما تسمعنا حاجة. من مسجد كمان عندنا في البلد عندنا. والله عشان كده ماشي بتراجع وتقرأ قرآن. والله بقرأ الورد اللي عليه وأنت وقفتني يعني. الله تتيك شوية بقى عشان الطريق. حاضر. سمعنا حاجة بقى. ما دام أنت إمام مسجد وصوتك حلو كده. والله عشان إحنا في رمضان يعني أقول لك آية يعني بمناسبة رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله ما شاء الله، والله صوتك جميل قوي، اللهم بارك. الله يجازيك خير. يا بخت فعلا الناس اللي بتصلي وراك والله. الله يجازيك خير والله. ويا جماعه نصيحه منا، اوعى حد من الناس بتقدم برامج تعمل فكره زي كده، بالذات في نهار رمضان يعني. فعلا ولازم. والله ما شاء الله. طيب انت بتعرف تقلد اصوات حد وكده ولا لا؟ الحمد لله. مين بقى؟ سيدنا الشيخ محمد صديق المنشاوي. ايوه. وسيدنا الشيخ الحصري. ما شاء الله. مين كمان؟ وعندنا برضو الشيخ ياسر الدوسري. طب سمعنا الشيخ ياسر الدوسري كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى
علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا ربي قادر. اللهم بارك. انت والله صوتك بيدخل قلبي كده من غير استئذان. الله يبارك لك، الله يحفظك يا عم. الله يرضى عليك والله، دي صدفه جميله جدا ان احنا قابلناك والله، واديتنا نصيحه واديت الناس كلها نصيحه يعني. الله يجزيك خير، وده فرض يعني لازم واجب علينا نعمل كده يعني. بلغوا عني ولو آية. فعلا. طيب سمعنا الشيخ المنشاوي. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ما شاء الله ربنا يحفظك يا ابن الله يجزيك خير. طب سمعنا حاجة تانية للشيخ الحصري، في طول بلد الحصري. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله فعلا يا بخت الناس اللي بتصلي وراك التراويح والله. الله يجزيك خير. بجد انا لازم اصلي وراك النهارده. انت بتصلي فين المسجد بقى؟ أنا عندنا في مسجد في البلد يعني مركز شبه القناطر قرية عرب الحسنية مسجد الحاج حسن عبد العال. ان شاء الله هنيجي نصلي وراك النهارده. تنورنا والله، تنورنا يا باشا. طب قبل ما نختم الحلقة عايز اسمع حاجة بصوتك الخاص بقى، من غير تقليد من غير اي حاجة كده. يعني نغمتي الخاصة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ربنا يرضى عليك ويبارك فيك يا ابن الله. انا مش عارف اقول لك ايه. الله يبارك فيك. والله صوتك يعني بص فيه كميه خشوع رهيبه والله. الله يحفظك، الله يحفظك. طيب انا هرفع الفيديو ده على يوتيوب وفيسبوك، عندك مشكله؟ مفيش اي مشكله، تحت امرك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.